ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نوع كلاب قريب جدا الى قلبي، وهو الكلب البلدي المصري، بما ان انا من مصر. اولا، تاريخ النوع. من اقدم انواع الكلاب في العالم، بتنحدر سلالة الكلب البلدي من مصر، وبيرجع تاريخ سلالته لمصر الفرعونية والشرق الاوسط. هو من اقدم انواع الكلاب في العالم، وجيناته قريبة جدا من الذئاب والكلاب البرية. ثانيا، شكل النوع. أشكاله وألوانه وأحجامه متعددة، وده للأسف بيرجع إلى إن النوع ما حصلوش انتقاء لشكل وصفات معينة زي باقي أنواع الكلاب، ولكن في العموم ألوانه بتكون بني، بيج، أبيض وأسود، أو خليط من كل الألوان دي. ارتفاعه بيتراوح من 35 ل 58 سنتي، ووزنه بيتراوح من 11 ل 25 كيلوغرام. ثالثا، استخدامات النوع. الكلب البلدي من الكلاب الاجتماعية جدا، ومن أفضل أنواع الكلاب اللي بتحرس منطقتها والناس اللي تعرفهم. القدماء المصريين استخدموهم في الصيد والحراسة، وكمان استخدموهم في التخلص من القوارض المؤذية للمحاصيل بتاعتهم. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي جدا جدا، من أذكى أنواع الكلاب في العالم. اجتماعي ووفي جدا، وبيعرف يتأقلم بسهولة مع البيئة المحيطة بيه. مش بيثق في الناس بسرعة، وده طبعا للأسف بسبب الظروف اللي بيتعرض ليها في الشارع وهو جري صغير. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب البلدي يا جماعة عن تجربة من أفضل وأحن وأذكى وأوفى أنواع الكلاب، اللي للأسف مش واخد حقه خالص في مصر ووطننا العربي. السبب إن الكلب ده ما حصلوش انتقاء للنوع، عشان نحدد ونختار الصفات والأشكال المناسبة اللي احنا بنحبها. ولكن اوعدك ان الكلب البلدي ده لو اعطيته فرصة ووقت وتدريب، هيرجع لك كل ده واكتر عن طريق حبه ووفائه الغير متناهي. ونتمنى في المستقبل ان الصورة تتغير عن الكلب البلدي، وان حد يبدأ يعمل له انتقاء للنوع، ويصبح الكلب الرسمي لمصر، زي ما كل دول العالم ليها انواع كلاب رسمية. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.